هاي يا جماعة، ازيكم؟ انا هدير علي. انا عملت فيديوهين قبل كده وده الفيديو التالت بتاعي النهاردة. الفيديو دوت عن الشباب وازاي هما بيتجوزوا من بنات من برا ومش بيتجوزوا بنات من مصر. the reason ان انا عملت الفيديو ده ان طبعا انا زعلانة انه ليه الشباب بتوعنا على طول يعني ان هما يعني مش interested، بس عندهم ال passion ده ان انا لو اتجوزت واحدة من بره هيبقى احسن لي بكتير لو اتجوزت واحدة مصرية او واحدة عربية، وبيشوفوا ان بنات بره احسن من بناتنا. يعني مش عارفة ليه كده، مع ان احنا عندنا بنات كويسين جدا. بعدين يعني الشباب لما بياخدوا القرار ده mainly علشان هم مزز بس مش معنى ان احنا مثلا بناتنا مش مزز زيهم ان يعني انت اصلا كمان يعني مش بتتجوز علشان هي مزة وبس. يعني انت بتتجوز، دي هتبقى مراتك، هتبقى ام عيالك، انت بتربط عائلتين ببعض. يعني it's not just you and her, it's not just about yourself, it's about a whole family, you know, like عيلتك، مامتك هتتعامل معاها، باباك هيتعامل معاها، مامتك وباباك هيتعاملوا مع اهلها، اولادك هيتربوا على ايديها. نقطة I'm saying انه البنات من بره وحشين او مش بيربوا كويس، لا خالص، بالعكس. يعني في منهم ناس كويسين جدا، بس اختلاف الكالتشر بيعمل امباكت كبير قوي في العيشة. ف ده غير ان what about us, what about our girls. يعني لما انت تروح تتجوز واحدة من برا، والتاني يروح يتجوز واحدة من برا، والتالت يروح يتجوز واحدة من برا، بناتنا احنا مين يتجوزهم؟ نروح نستورد رجالة من الصين يعني مثلا. يعني انا بستغرب قوي انه الولاد عندنا، يعني احنا عندنا بنات كتير كويسين جدا. هيقول لك البنات عندنا اهاليهم متحبكين قوي وعايزين 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 وبيطلبوا طلبات كتيرة جدا مش في مقدرة الشباب. هقول لك انا معاك، يعني مش هقول لا ان الناس بتستهبل جامد قوي. يعني بيبقى واحد لسه متخرج ومش شغال، ولما بيشتغل يعني 3000 ولا 5000 جنيه، متوقعين منه ايه؟ يعني متوقعين منه هيعمل ايه؟ يجيب شبكة ويجيب عربية ويجيب شقة؟ يعني هيسرق؟ انا معاك ان الناس محتاجة تتغير، كمان الاهالي وكده. بس هي يعني يعني مثلا في السعودية راح عملوا لو، يعني عملوا قانون يمنع الشباب ان هم يتجوزوا من برا من كتر ما هم كانوا بيتجوزوا برا، مش بيتجوزوا سعوديات. والعنوسة في السعودية زادت. أم فمش عارفة يعني يعني بشوف ان الشباب المفروض يفكروا في حاجات كتير قوي. الموضوع مش بس لوكس، مش بس موزز. انت مش بتصاحبها، انت بتتجوزها. so هبقى مبسوطة قوي لو الموضوع ده قل، لان الناس يعني انا اخويا مثلا مش عايز يتجوز مصرية. ليه؟ يعني ليه مالها المصرية؟ مالها؟ اي نعم احنا نكديين واي نعم احنا مش سهلين قوي في التعامل، بس برضه المصرية يعني ليها مميزاتها. يعني المصرية هتبقى فاهماك، المصرية جدعة قوي، المصرية بتساعد، بتربي الولاد، مستكينة قاعدة في البيت معظمهم افتكر بيبانوا رخمين او بيبانوا متعبين في التعامل، بس ممكن يعني بين الراجل ومراته بتبقى مستكينة شوية كده، وتبقى متعاونة، وتبقى ال submissive type, you know. um, قولولي ايه رأيكم في الموضوع ده، وكم واحد يعني كم واحد is with marrying a foreigner, you know, a non-Egyptian. قولولي ايه رأيكم، وإذا عايزين تشوفوني تاني please subscribe, and don't forget to like this video and share it if you like it. And until next time, have a great weekend. And I always say, be the change you want to see in the world. So if you want the world to change, whatever that change is, you be it. Do it, you know? Go for your dreams. And